طبعا كلنا شفنا الجزء الاول من مقلب حمدي ووفاء في بنتهم ندى، والكل بقى عنده فضول ونفسه يعرف ايه اللي هيحصل في الجزء التاني. تابع الفيديو للنهاية وانا اقول لك ايه اللي هيحصل في الجزء التاني بالظبط، وبفتكر كلامي لما الجزء التاني ينزل. طبعا زي ما احنا عارفين ان دي فترة اجازة نص السنة، واولاد حمدي ووفاء واخدين اجازة من المدارس. حمدي ووفاء قرروا ان هما يعملوا سلسلة مقالب زي اللي كانوا بيعملوها زمان، وده يعتبر اول مقلب حمدي ووفاء يعملوه في الاجازة. وفي اخر لايف حمدي ووفاء كانوا فاتحينه سألوا المتابعين تحبوا المقلب الجاي يكون في مين، واكتر الناس اجمعت على ندى. فعلشان كده حمدي ووفاء قرروا ان هما يعملوا المقلب المرة دي في ندى. وظهرت ندى لوحدها في الفيديو، ومفيش اي حد من اخواتها وابوها وما ظهروا معاها في المقلب. طب دلوقتي كل اللي شافوا الفيديو بقى عندهم فضول ان نفسهم يعرفهم ندى قررت ايه في الظرف. بنسبة 100% ان حمدي ووفاء كاتبين في الظرف ان هما سافروا مصر وهيسيبوا ندى تعيش لوحدها الفترة دي. وبعد ما ندى تنهار من العياط هيكون حمدي ووفاء موجودين في مكان قريب من الفيلا وهيكونوا فاتحين الكاميرا وبيصوروا. وبعدين حمدي ووفاء يدخلوا عليها ويعملوا لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها، لأن زي ما أغلبنا عارف إن ندى عيد ميلادها يوم 6/2 والمقلب نزل يوم 5/2. علشان كده حمدي ووفاء قرروا يبدأوا بمقلب بعدين ينهوا بمفاجأة. وبكده نكون وصلنا الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.